نور من مكة، حيث يفيض النور ليصل إلى قلبك. هل مر عليك وقت حسيت فيه إنك خلاص ما عدتش قادر تكمل؟ مش لأنك ضعيف، لكن لأن الحزن جواك تقيل، تقيل لدرجة إنك مش عارف تقوم منه. بتحاول تبتسم وبتقول لنفسك هعدي، بس بينك وبين ربنا انت بتسأله في أمرك: يا رب، هو لحد امتى؟ يمكن حد خانك أو سابك من غير سبب، يمكن حلم كنت بتعيشه وقع منك فجأة، يمكن تعبك طول والدنيا فقدت لونها. بس تعالى نسأل سؤال واحد: هل لما نحزن يعني ده نهاية الفرح؟ ولا ممكن يكون الحزن ده باب لفرح جديد بس لسه بيتفتح ببطء؟ في أوقات كتير ربنا بيغير ملامح حياتنا من غير ما ناخد بالنا، يسحب مننا شيء كنا بنحبه، بس في الحقيقة هو بينقذنا من وجع أكبر. اللي بيحزن قوي ربنا بيحبه قوي، لأنه مش أي قلب يستحق تربية السماء. الحزن مش عذاب، الحزن أداة تنقية بيطهر بيها ربنا قلوبنا من التعلق بالدنيا. تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم معرفش الحزن؟ بل كان هو سيد الصابرين. حزن على فقد أحبابه، وعلى قسوة الناس، وعلى أذى الدعوة، لكنه ما قالش يوم يا رب ليه. كان دايما بيقولها بطريقته الخاصة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. شوف الجمال، الحزن ما خلاهوش يبعد عن الله، خلاه يقرب أكتر ويتعلم إن كل وجع في الدنيا هو درس من دروس الحب الإلهي. بعد أن مر النبي صلى الله عليه وسلم بعام امتلأ بالحزن بفقد خديجة وعمه أبي طالب، خرج إلى الطائف يبحث عن قلوب تسمع للنور، فاستقبلوه بالأذى والصد، حتى سالت دماؤه الشريفة على قدميه. ومع كل هذا الألم لم يتركه الله، فبعد الطائف جاءه الفرج العظيم، رحلة الإسراء والمعراج، رحلة تكريم ورفع، جاءته بعد أثقل أيام مرت على قلبه، ليقول لنا الله من خلالها إن بعد كل انكسار صادق وبعد كل صبر لم تتخلى فيه عن ربك، هناك رفع وهناك نور ينتظرك. هيئة الحزن لا تعني النهاية، قد تكون بداية الفرح الذي يليق بمن صبر. أحيانا ربنا بيحرمك من فرح صغير عشان يجهز لك فرح كبير، بيسكت عنك شوية عشان تسمع صوته جواك بوضوح، بيأخر العطاء عشان قلبك يكون مستعد يستقبله. وكل مرة تفتكر إنك خلاص في آخر الحكاية، ربنا يثبت لك إنك لسه في أول صفحة من الخير. صدقني، هيئة الحزن لا تعني نهاية الفرح، هي مجرد مرحلة انتقالية من وجعك إلى عطائه، من كسرك إلى جبره. وكل دمعة نزلت في الخفاء هتكون مقام نجمة في سماء رزقك يوما ما، وكل كسر صدقك فيه الألم هيكون بوابة لأجمل فرح. في اللحظة اللي تحس فيها إن كل شيء انتهى، افهم إن الله بدأ يكتب لك بداية جديدة، يمكن مش شايفها دلوقتي، بس الأيام هتثبت لك إن الله دايما كان بيجهز لك الأحسن.